ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت صينية جلاش باللحمة المفرومة. عملنا كمان سمبوسة. تمام. عايزة اقول لكم جميلة قوي قوي. السمبوسة دي انا عملتها بشاورمة الفراخ، والجلاش عملتها باللحمة المفرومة. عايزة اقول لكم بصوا القطعة بقطعتها متماسكة جميلة قوي وهشة قوي. هنا اول حاجة معايا طبعا سمنة روابي. انا سيحتها ودهنت الصينية. بعد ما دهنت الصينية على باقي السمنة كده نص معلقة بيكنج باودر او كيك شيف، وهدوبها عشان بس التوريقة بتاعت الجلاش. تمام كده. طبعا الصينية دي انا هستخدم لفتين جلاش. بصوا هحط رقين رقين وهدهن بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هو بالسمنة السايحة، وعليهم نص معلقة بيكنج باودر او كيك شيف. هاخد كده رقين رقين وهدهن بالفرشة. وطبعا اللحمة المفرومة دي انا عاملاها قبل كده، مصوراها على قناتي ازاي تحفظيها في الفريزر. اللحمة المفرومة شاورمة الفراخ، وبحفظها برضو بالشكل ده. ولما بكون عايزة اعمل رقاق او جلاش او مكرونة بشاميل بطلع عادي اللحمة المفرومة والفراخ. طبعا هنا خلصت اول لفة، وتاني لفة دي هاخد منها برضو حوالي كده رقين، وبعدين اضيف اللحمة. المهم كل رقين من الجلاش بندهن بالسمنة، والسمنة تكون سايحة. والسمنة أحسن من الزيت، أو برضو أحسن من الزبدة. تمام. عشان لو بالزبدة هتبقى تقيلة. إن احنا طبعا صينية الجلاش دي هنعملها بالحليب. عايزة أقول لكم خفيفة جدا وجميلة قوي قوي ومشبعة جدا. بعد ما ضفت كده اللحمة هغطيها كده خلاص برقين برضو وهدهن. وهكمل برضو باقي اللفة من فوق كلها. وكل رقين زي ما قلنا كده يعني شريحتين، وبندهن بالخليط بالسمنة. طبعا لو اي حاجة مقطعة مش هتظهر ولا اي حاجة، زي ما شفت في اول الفيديو القطعة طالعة بقطعتها. تمام كده. اهم حاجة نضغط كويس. عايزاها تبقى الجلاش متماسكة والقطعة بقطعتها. اضغطي قوي كده عليها بايديكي، زي ما شفت كده في اول الفيديو انا وشغالة يعني. وحطيت اللحمة، جيت كده حطيت الرق من فوق وجيت اضغط. طبعا قبل ما هدخلها الفرن في الوقت ده انا مسخنه الفرن هنقطعها. ولازم طبعا تقطعيها عشان متتبهدلش معاكي لو قطعتيها في الاخر. هندهن برضو من الخليط قبل ما ادخلها الفرن. كده خلاص دخلتها الفرن. طبعا دلوقتي هنعمل السمبوسة طبعا بالفراخ. تمام. هنا طبعا الخليط اللي انا بدهن منه ده معلقة دقيق واربع معالق مية، يعني كده لحد ما يبقى كده القوام ولا تقيل ولا خفيف، زي ما بتشوفوا كده، زي ما شايفينه في الطبق. تمام. شوفوا انا وبدهنه بصوا لازم عشان ايه تقفل مننا. دقيق ومية. تمام. ولا هتفك ولا اي حاجة برضو زي ما هنشوف في الزيت. هنا طبعا خلاص قربت تحمر صينية الجلاش. جبنة بيضة وكوباية حليب، وهقلب كده كويس. بيضة وكوباية حليب، وهضيف برضو نص معلقة كيك شيف او بيكنج باودر، عشان بقى هي دي هتديك التوريقة الصح. بجد بجد انا اكتر حاجة بحبها بجد يعني اللي هو الجلاش باللحم. جميل قوي قوي بجد، وبعمله حلو قوي والطعم حكاية. بصوا كده هو إن خلاص كده خدت لون اصفر من تحت وفي الجناب كده ومن فوق. كده خلاص طبعا هسقي الحليب كلها، كوباية الحليب كلها هسقيها في الصينية.
طبعا شربيها كويس جدا. حط اللايك يا قمر. عايزه اقول لكم خفيف قوي بجد على المعده وجميل قوي قوي، هيعجبكم جدا. هكب كده باقي الحليب كلها وهشربها كويس. اول ما تشرب كده الحليب هدخلها في الفرن، برضو احنا مشغلناش الشوايه. هدخلها في الفرن دلوقتي ومش هنشغل الشوايه خالص. وخدت لون كده من غير شوايه، وشربت اللبن وبقت جميله وطريه قوي. طبعا هنا جبنه موزاريلا ودي اختياري، بس عايزه اقول لكم بتفرق قوي بجد، يعني بتفرق، تخلي الطبقه كده متماسكه وهشه جدا. وبصوا يعني حاجة مززة وطرية وجميلة قوي وخفيفة جدا. طبعا في الوقت ده هشغل الشواية، الجبنة الموزاريلا تاخد لون كده وتبقى لون ذهبي. وخلاص كده كده خلصت معانا صينية الجلاش. طبعا بعد ما خرجت خدت لون، هغطيها بالصينية لحد بس ما احمر السمبوسة. هنا معايا طبعا حبة زيت في طاسة وهحمر السمبوسة، وممكن كمان زبدة، بس انا حبيتها ان هي تكون مقرمشة عملتها بالزيت. والنار تكون وسط عشان هي بصراحة مش بتطول، يعني يا دوب كده ثانية وتلاقيها خدت لون معاكي. ممكن كمان السمبوسة تحشيها بجبن، احشيها بأي حاجة. وممكن كمانك لو ببصلة وطماطم وكده تبقى جميلة قوي. أي حشوة، ممكن ببطاطس اعمليها في الصيام برضو ببطاطس، جميلة قوي قوي بجد وخفيفة. تمام كده، تاخد لون كده من تحت واقلبها. جربي حبايب قلب صينية الجلاش دي، احسن ما تسقيها بالشوربة وكده. في ناس بيعملوها بشوربة اللحمة، بس بصراحة بالحليب. كأنك كده عاملاها بزبدة بحاجة حلوة قوي، بسمنة بلدي. يعني بصوا، ما تستخدموش سمنة بلدي ولا اي حاجة ولا زبدة. زي ما شفتوا كده انا في كل رق كنت بدهن بسمنة عادية خالص، سمنة الروابي. ان هي مش محتاجة ان احنا حاطين اللبن، واللبن فيه دسم كتير. كده خلاص طبعا. اللون اللي انت بتحبيه، عايزاه احمر من كده براحتك، عايزاه تحمريه ازيد من كده برضو دي حاجة ترجع لك انت. بس هو مش بياخد، مش بيطول يعني في التحمير، مش بياخد وقت خالص. تمام كده. عايزه اقول لكم الكاميرا بتاعتي لولا ما بايظه، صدقوني بجد بجد الشكل روعه، احلى من كده بكتير. بجد بجد يعني الكاميرا ظالمه الفيديو خالص. عايزه اقول لكم بصوا جميل وخفيف جدا، بما ان انا معدتي فعلا كانت وجعاني ساعة ما فطرت عليه ده، عشان كنت صايمه من اول الصيام. جيت لما فطرت تعبت كده. رغم على فكره انا فطرت على جبن وفطرت على كبده، يعني مش حاجات تقيله قوي، بس برضو كانت المعده لسه ما خدتش، معدتي حساسه جدا. بس عارفه لما انا اكلت الجلاش والسمبوسه دي بعدها بكام يوم، عايزه اقول لكم خفيفه جدا على المعده رغم انا باخد علاج المعده.
بصوا كده جميل قوي قوي. اوريكم انا بقطع الجلاش القطعة بقطعتها، بصوا متماسكة وهشة قوي وطرية قوي. عايزة اقول لكم بصوا يعني مش متكسرة ولا اي حاجة. بجد بجد جربوها ولازم تضيفوا الجبنة الموزاريلا، تديها طعم وهشاشة. وبتخلي بصوا الجبنة الموزاريلا بتخلي الطبقات كده لازقة فوق بعض وطرية قوي وهشة قوي. وانتوا بتقطميها كده بتحسي بلذاذة جميلة قوي. بصوا بقى انا وبفتح جميلة قوي قوي بجد. بصوا القطعة ولا لازقة ولا اي حاجة في الصينية، القطعة بقطعتها. ليه؟ عشان انا دهنت الصينية قبل ما اضيف الرق بتاعي. عايزة اقول لكم بجد بجد احلى من الرقاق بكتير. بجد يعني جميل قوي قوي. ومش هتفرقوه ان هو بصوا جلاش اللي هو المفرز بتاع السوبر ماركت. جميل قوي قوي بجد. ده كان فيديو النهاردة. لايك وشير وسبسكرايب تفعيل زر الجرس، واللي مشتركش في قناة المقرص اشترك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.